عارف العلاقة اللي هي دايما طول الوقت انت بتبقى واخد بالك قوي وانت بتتكلم مع شخص، بتحسس على كل كلمة كأنك ماشي على قشر بيض. العلاقات اللي ما بتديناش مساحتنا وتخلينا على طبيعتنا وبتغيرنا وبتبدلنا، العلاقات اللي بتخلينا طول الوقت نضطر ان احنا نكذب عشان بس نخرج من ضغط الشخص اللي قدامنا علينا، عمرها ما تبقى علاقة صحية، وعمرها ما تتحط تحت بند هو بيحبني وبيخاف عليا. في فرق شاسع ما بين العلاقة اللي بتساعدني على الإنتاج وعلى الإبداع وعلى إن أنا أكون نفسي وأكون على طبيعتي في أي وقت، والعلاقة اللي دايما طول الوقت أنا بجاهد وبحارب عشان أبين إن أنا كويسة. في جروب الدعم اللي هنعمله عن العلاقات الصحية والعلاقات المؤذية هنعرف الفرق الواضح ما بين إمتى أشوف إن العلاقة دي أقدر أستمر فيها وفعلا علاقة صحية، وإمتى أنفد بجلدي أو ألاقي حل للمشكلة في أقرب وقت ممكن.